السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في ظروف ما هيش أحسن ظروف يعني. بس أنا قررت أطلع أتكلم يعني من باب إن إحنا برضو موجودين عشان الناس وبتاع. هارد لك للجمهور. الجمهور هو الوحيد اللي يستحق هارد لك في الأيام الصعبة دي. طبعا الناس هتبقى مستنية إن أنا أقطع في فريرة. أنا والله شايف فريرة غلط. أنا طبعا شايف فريرة غلط بس عادي يعني. هو الموضوع ليه شقين. في شق كلام في الكوره زي بقيه خلق الله، يعني لو انت بتشجع بره هتلاقي مثلا إن مدربك بيجي له دروب، تبقى ان في انديه بتمشي المدرب او انديه بتخليه، او انديه مثلا بتبقى مستقره مع المدرب بمشروع سنين مثلا وتبقى شايفاه هو اهل الثقه فتكمل معاه، او انديه مثلا بتبقى شويه خفيفه في قصه المدربين فاول ما النتائج بتسوق بتفوره على طول. يعني موضوع فيه كلام كتير وكلام رايح وكلام جاي ومفهوش قطع صريح بفكره ايه الصح لما بيحصل دروب شويه بالشكل ده والفرقه بتقع، لان ده بيحصل كمان في لكل الفرق، يعني كل الفرق، وبيحصل لكل المدربين اللي بتكمل الموسم الثاني او بعد ما تكسب بطوله، وبتقل طبعا بخبرات المدرب وكده ورهانك عليه. في شق تاني بقى اللي هو بيحصل في الزمالك، اللي هو موسم الردح ابتدى. اللي هو مرتضى منصور بيطلع يشتم ويتخانق ويقل ادبه على الناس كلها ما عدا هو واولاده، وهو اللي جايب كل الحاجات الحلوه والناس اللي وحشين. طبعا عايز يعلق الجرس هو والناس اللي معاه في القناه في رقبه فريرة، اللي هو بيتهاجم من اول يوم في الموسم. يعني يتهاجم على خساره كاس السوبر بتاع السعوديه، وتهاجم عشان مش عارف ما لعبش الصفقات، وتهاجم اللي هو طول الوقت بيتهاجم. احنا قدام دروب حقيقي واختبار حقيقي لفكره القرارات اللي بتتاخد. طبعا انا طالع بعد اللي حصل في المؤتمر اللي عمله مرتضى منصور، مؤتمر منصور. زمان كده كان اول ما نجح في 2005 من كتر المؤتمرات كنا مسمينه مؤتمر منصور، كان بيعمل كل يومين مؤتمر. آه الموضوع ليه كذا شق. خلينا نتكلم الاول من وحي الماتش يعني. خساره مفجعه جدا وخساره سيئه جدا وخساره ما كانش فيه، يعني كل الحاجات اللي الواحد كان خايف اللي كان بيطلب اللعيبه تعملها ما اتعملتش. يعني لا كان في روح ولا كان في، يعني كان ممكن يحصل ايه اكتر من استفزاز جمهور الاهلي للاعبتنا بشتمتهم وشتمت النادي، شتمت الجمهور قبل في ماتش سموحه عشان اللعيبه تبقى نازله المفروض شويه عايزه تكسب او عايزه تدوس عليهم او عايزه على الاقل تطلع بشكل كويس. كان مطلوب ايه اكتر من كده عشان لعيبتنا تقدم شويه تلعب ديربي زي بقيه خلق الله. النقطه الشيء بالشيء يذكر بخصوص موضوع الجمهور. هتفضل علامه استفهام المنظر بتاع الاستاد اللي اتصور من فوق وجمهور الاهلي تقريبا ضعف جمهور الزمالك، وتذكرتي اعلنت الماتش 3000. يا ريت تذكرتي اللي نزلت الحضور الجماهيري اول السنه تقول لنا الحضور بتاع جمهور الاهلي كان كام. الماتش في المفروض ده ملعب الزمالك وده المفروض استاد الزمالك، ازاي جمهور الاهلي كان اكتر؟ ازاي المقصوره كانت كلها اهلي؟ وازاي جمهور الزمالك اتكعبل في الدخول؟ وازاي ادوات التشجيع والاعلام والسنانير والحاجات اتمنعت؟ وازاي الناس وصلت ان معاها تذاكر وما دخلتش؟ يعني دي كارثه بره الماتش، يعني ده كده محتاجه، دي لوحدها محتاجه مجلس الاداره يتكلم فيها. ان هم انتصروا ومنعوا اللي هم عايزين يمنعوه من ادوات التشجيع ودخلوا جمهورهم زي بالظبط ما حصل في نهائي 2020 بتاع افريقيا، اللي الناس فوجئت ان جمهور الاهلي معدي ال 1500 وجمهور الزمالك داخل له 10. فانا عايز افهم ايه التوجه، ايه المطلوب، وهل كده خلاص تمام ما بقاش فيه مؤامره وما بقاش فيه كلام على الحضور الجماهيري اللي كانوا بيعيطوا عليه اول الموسم في القناه القذره بتاعتهم؟ انا ما اعرفش. يعني مش عارف، الموضوع بجد سخيف، يعني الموضوع بجد سخيف. فاللعيبه كانت نازله فكه وبتلعب بشكل يعني تحس ان اللعيبه عادي كده، يعني ما كنتش حاسس ان حد قلبه على الماتش الا اتنين تلاته لعيبه. وفي لعيبه بقى هي برضو النقطه اللي احنا دايما بنقولها. ماتش الزمالك والجماعه دول ماتش بيبقى محتاج لعيبه عندها شخصيه، لعيبه عارفه انها تقدر تمسك الكوره وترقص وما تخافش وبتاع. اللعيبه اللي احنا شاريينها من بره بما فيهم عمر جابر لاعبنا السابق، مصطفى شلبي وعمرو السيسي ومصطفى الزناري والناس دي، مش يعني مش يومهم الماتش ده.
مش يومهم خالص، يعني هم بيقدموا شيء متوسط، في اليوم ده ما قدموش اي شيء، بالعكس كانوا بالنيجاتيف. انا كنت حاسس ان بنلعب ناقصينهم يعني. وجه فريرا طبعا بالتغييرين اللي الناس كلها اسهمت في الهجوم على الراجل بيهم يعني، خلص الدنيا خالص وادالهم الفرصه يعني. فالموضوع كان سخيف طبعا، ده غير الحكم اللي ما حسبش بينالتي باعتراف كل المره دي كل الاستوديوهات اجمعت ما الزمالك خسر والماتش كان 1-0 يعني، لو اتحسب كان سيناريو تاني. ودي مش اول غلطه تحكيميه تحصل للزمالك في فتره الدروب دي يعني هو انا مش معقوله ان انت تبقى حاصل لك دروب 4 5 ماتشات كل ماتش فيه خطا تحكيمي يعني، كتير. الفار مش، خصوصا ان الحكم نفسه عليه اتهامات وشبهات، يعني الحكم متحقق معاه في قضايا فساد ودعاره وحاجات غريبه كده يعني. وطبعا جاي مع المشبوه اصلا كلاتنبرج، اللي هو واضح ان هو يعني الموضوع اصلا واصل معاه ان هو كان ماشي في السعوديه مطرود، والكلام اللي بيقوله وتصريحاته المستفزه للزمالك طول الوقت. فالتوليفه كده مع الكلام اللي اتقال مع الموضوع غريب الحقيقه. شكل الفرقه ما ينفعش تحمله فرقه لوحده، يعني هو في اخطاء طبعا من الجهاز الفني، وفي مشاكل وفي حاجات حصلت، وفي مدربين خلعت على امل ان هي تنط من المركب وتيجي في مركب تانية زي ما حصل قبل كده. بس خلينا نحط النقط فوق الحروف. احنا عندنا مدير كوره ومشرف على الكوره ومدير تعاقدات ومدير صفقات بيعملها شخص واحد، هو ابن مرتضى منصور، امير مرتضى منصور، لمجرد ان هو ابن رئيس النادي. ايه الكواليفيكيشنز اللي عنده محدش يعرف. يعني هو لو مشي بالزمالك بكره، هل في نادي في اي حته في بلاد تركب الافيال او بلاد الواء ممكن تاخد امير مرتضى منصور ده تشغله وتديله كل البوزيشنز دي؟ هو مين اصلا؟ ايه نجاحاته اصلا؟ ايه السي في بتاعه؟ لا هو لعيب سابق، ولا هو ليه كريدت في النادي، ولا هو ليه شعبيه، غير ان هو ابن رئيس النادي. وفوق كده واخد 4 5 مناصب. فبطبيعه لما بتبقى في مكان واخد 4 5 مناصب فيه، انت بتنقي المنصب اللي هو لطيف وتخلع من الباقي. كل 3 ايام يطلع تسريب عن طريقه هو، الصحفيين والاعلاميين، بيخبط في اللعيبه، بما فيهم موضوع عبد الله جمعه وموضوع احمد فتوح. طب انت بتسرب لنا احنا ليه؟ احنا كجمهور مطلوب مننا ايه؟ نحاسب احنا اللعيبه؟ يعني مطلوب مننا ان احنا مثلا لو لعيب مثلا اتكلم على المدير الفني في ظهره او غلط فيه، او لعيبه مثلا راحت قالت مش هلعب الماتش عشان واخده دواء، الكلام اللي اتسرب، اللي احنا مش عارفين يتسرب اصلا يعني. هاني حتحوت حكى الواقعه بتاعت عبد الله جمعه واحمد فتوح بتفاصيلها بالكلمه، برفعه ايد فتوح. مين اللي وصل هاني حتحوت الكلام ده؟ ليه ما حدش في النادي شد خط وقال مين اللي طلع الكلام ده؟ الا بقى لو بيطلع عن طريق امير شخصيا، وده توقعي ان هو بيخبط في اللعيبه عن طريق صحابه. طب حضرتك ممكن تعاقب اللعيبه، انت مسؤول، انت مش زميلهم. يعني الحركات دي كان بيعملوها اللعيبه في بعض، انت مسؤول لما حاجه تحصل خد قرارات، مش لازم تفرج الناس علينا. اوضه اللبس فكه، انت دورك ايه؟ انا عندي مشكله الحقيقه مع في لعيبه كده ان فريرا بيلعبها اصلا، يعني خلاص. يعني احنا في الصيف، انا في الصيف والله قلت من اول الانتقالات ان احنا محتاجين لعيبه تقيله. ولما جبنا اللعيبه بتاعت مصر دي انا ما رضيتش هاجم، والصراحه خدت خط كده اللي هو ان هو ممكن اللعيبه مش كانت ماشيه كويس في الدوري مش عارف ايه، بس هم فعلا مش توب الزمالك. اللعيبه دي مش توب الزمالك تماما اللعيبه، وده اللي قلناه والله، كتبتها على تويتر وقلتها ان انت المصريين اخر، احنا لو حسبنا اشترينا من 2016 كام لعيب ونجح منهم كام، النسبه ما توصلش حتى 20%. يعني انت لو شاري 100 لعيب ما نجحش منهم 20. انا بتكلم لعيبه الدوري المصري، فانت ده غير محترفينا العظام اللي احنا بنجيبهم. فاحنا خدنا يعني مش معقوله 5 مليون دولار اتصرفوا في تعاقدات كلهم فشلوا، والنهارده مرتضى مطلع ابنه زي الشعره من العجينه وبيقول لك فيريرا اللي اختارهم. انا الصراحه شايف ان فيريرا لازم يطلع يوضح هو اختارهم ولا ما اختارهمش، لان الموضوع لازم تبقى واضحه، لان احنا في كارثه. احنا الحقيقه في كارثه، يعني احنا السكواد حصل له داون جريد عن السنه اللي فاتت. ودي المفاجاه ان احنا اقل من السنه اللي كان مقفول علينا القيد. على الاقل ناشئين الزمالك لما نزلوا قدام الاهلي كانت رجليها على الارض، سيف جعفر ويوسف نبيه والناس دي كانت عارفه قيمه النادي. ويوم الماتش ديربي 2-2 اللي هو بتاع الدوري لعبوا كويس واللعيبه شالت الفرقه. اللعيبه بقى اللي انت جايبها من بره، مصطفى شلبي لقطه النهارده بيراجع بيتمشى، عمرو السيب يقع ويديها لهم، حاجات غريبه جدا، غريبه جدا. الجزء الثاني بقى ردود الافعال، تحس ان مصر ما صدقت. امبارح تصريح لهاني حتحوب بيقول لك كهربا رد في الملعب، رد على ايه؟ رد على فسخ عقده وانه لعيب مدان ومشبوه، وان الفيفا قايله ان انتقاله لالاف انتقال مشبوه. يرد على الفيفا ما يردش علينا.
العقوبه ان شاء الله جايه يوم 2/2، وباذن الله يبطل كوره باذن الله يعني. لان هو هيرد على ايه؟ هو احنا ما شتمناهوش، ده هو اللي هرب. الميديا بتحتفل بلعيب هارب مدان متورط في انتقال مشبوه باعتراف الفيفا وكانه كان مظلوم. حضرتك حتى لو جاب جول هو كده ما بقاش مش هربان. اللي انتوا بتقولوه ده تهريج، اللي انتوا بتقولوه دي تصرفات مشجعين. انتوا بتشجعوا الاهلي وبتقولوا ان انتوا محايدين، انتوا فرحانين، انتوا زايطين بالجول وزايطين بالمكسب. بغض النظر عن اخطاء لعيبه الزمالك، بغض النظر عن كل شيء، في صح وفي غلط، في اعلام لازم يكون محترف ومحترم ومحترم نفسه وتقول الكلمه بغض النظر عن انتمائك. يعني ايه الاقي واحد بيطلع اسمه خالد بيوم محسوب محايد حاطط لعيبه الاهلي وفرحان بيهم؟ حضرتك ده انت عامل نفسك محايد؟ انت بتشجع الاهلي اكتر من رئيس الاهلي. هو في ايه؟ الزمالك فيه مشاكل، فيه مشاكل، بس مش مسموح اصلا للحكام والمنظومه والميديا والاعلاميين يذبحوه ويفرحوا فيه. عاملونا زي ما بتعاملوا الاهلي اللي هو مصر لما بيقع كأن مصر وقعت وهاتوا لهم لعيبه وهاتوا لهم مدرب والحاجات الغريبه اللي بنسمعها دي. نقطه بقى الفرقه نفسها واللعيبه. انا ما عنديش حاجه اقولها لك يا امام والله. يعني انا ما عنديش حاجه اقولها لك يا امام والله. والناس حطت موقف طارق حامد وموقف حازم امام الصغير مع كهربا، يعني ان انت رايح تسلم على لعيب كان لسه شاتمنا وشتمنا بعد الماتش. يعني انت حتى احترامك لجمهورك فين؟ احنا على فكره كجمهور مش فارق معانا اي حد. احنا خلاص مشي احسن لعيبه في افريقيا من عندنا واحنا مكملين عادي. وانت لما جيت لنا وانت عندك 20 سنه و 22 سنه وبعت للناس على ان انت زملكاوي وكان لازم تراعي خاطر الناس، حتى لو عندك مشاكل مع الاداره او عندك مشاكل مع عقود لعيبه زمايلك في الفرقه او عندك مشاكل مع اي حاجه، المفروض بتحترم الجمهور، بتحترم الناس. ده اقل حاجه. يعني ايه لعيب من الاهلي مش واقع حتى بتطلع له الكوره اوت بدل ما تطلع بيها؟ يعني ايه رايح تغطي وشك وانت بتهزر مع كهربا؟ ايه قله الادب دي اصلا؟ احترم الناس، احترم جمهورك، احترم جمهورك اللي اتشتم، احترم ناديك يا اخي. ده لعيب حقير. لعيبتنا كانوا سيئين الحقيقه، يعني بالاسم، يعني كلهم من اول عواد. انا شايف ان عواد يشيل وكان ما كانش كويس، يشيل في الاجوان. حسام عبد المجيد الناس بتقول كويس، بس حسام عبد المجيد تمركزه سيء جدا في الجون الاولاني. حمزه المسعودي كان كويس طبعا، موضوع التغيير عبد الغني، عبد الغني كالعاده يعني اللي كنا مستنيينه. لعيبه يعني حتى لو في تغييرات غلط احنا كنا مستنيين اكتر من كده. كنا مستنيين اكتر. وانت زيزو في كوره كده زيزو عدى بيها واداها لعمرو السيسي راح شايطها في مدرج. انت زيزو انا عندك ثقه في عمرو السيسي اكتر من نفسك يا عم. شوف يا عم شوف، ما انت بتشوف من اول موسم، يعني دلوقتي عايز تضمنها تديها لعمرو السيسي؟ ده راجل كان بيتكف على وشه يا راجل. يعني مش ممكن، مش ممكن ابدا يعني. دونجا كان معقول، بس طبعا برضو في الثلاث اجوان فرقه خسرانه ثلاثه. انا مش شايف لعيب ياخد اكتر من اتنين. يعني لو ادينا لهم 2 من 10 يبقى كويس. ده يعني في لعيبه بالنيجاتيف اصلا، في لعيبه بالنيجاتيف. بقى كمل بقى المشهد النهارده بالقرارات الكارثيه لمجلس اداره الزمالك اللي طلع يقول لك لعيبه اختيارات فريرة. يعني هو كل الهدف ان فريرة يلبس الشيله. يعني انا مش عارف والله، يمكن هو مقعده اصلا. فريرة بقى له شهرين ما بيقبضش وليه شرط جزائي 3 شهور، يعني 5 شهور وهو مرتبه 170,000. احسبوها بقى كده، الرقم داخل في حاجه خزعبليه والنادي ما فيهوش فلوس اصلا. فده ممكن يكون السبب الاولاني ان فريرة مكمل. وبعدين انت بتحط المدرب في فكره ان هو مربوط بنتائج الاربع. اصل انا هناخد القرار بعد ماتش فاركو اللي هو المحله وفيوتشر وفاركو. انت بتقول للراجل تقول اللعيبه لو خسر هيمشي. كهربا لما كان عارف ان هيكتور كوبر ماشي في كاس العالم شتمه عشان دي لعيبه، عشان ده كان ساعتها الناس قالت ان المدرب ماشي. فكره ان انت تحط اللعيبه المصريين في مدرب ماشي، انت بتفقد سيطرته على الفرقه وبتشرخ اوضه اللبس اللي مشروخه اصلا، اللي الاستاذ امير ما بيتدخلش فيها، بيسرب اخبارها بس، بيسرب اخبارها لاصحابه الصحفيين علشان يخبط في الناس. فالموضوع كارثي، يعني الموضوع كارثي. طب مرتضى منصور، طب اللعيبه كلها كويسه، طب ايه سبب الموضوع؟ فريرة يعني هو المشكله في فريرة. وبعدين ايه؟ يقول لك ابنه استقال وتاني يوم رجعه. احنا بنهزر بقى يعني، احنا بنهزر يعني جو لا تتنحى ده قدم قوي الصراحه يعني. ومحدش اصلا يعني محدش عايزكم امشوا. انتوا فشلتوا قبل فريرة، المفروض انتوا تمشوا.
انتوا فشلتوا الراجل الناجح، انتوا فشلتوا الراجل الناجح. الوضع كارثي جدا، والدروب مش عارف له مطلع، والاداره بتغرق في الراجل اللي هو من اول يوم في الموسم انا ما اعرفش فيه ايه، حاطينه في دماغهم وبيعادوه بيصدروا له. انا مش يعني هل الموضوع ان صورته اترفعت على صناره في المدرج فخلاص كده؟ يعني انا مش عارف والله، مش عارف. الوضع كان حله ان انت تدعم المدرب وتديله ثقه وتجيب له لعيبه. بمناسبه صفقه ايبوكا فشلت، يعني احنا دلوقتي معتمدين على اختيارات الاستاذ امير والوكيل الحصري لصفقات نادي الزمالك المضروبه الاستاذ يحيى علي علشان يجيبوا لنا لعيبه في السبع ايام اللي باقيين. هيروح بقى شويه مرتضى عنده الاثنين السماسره بتوعه يجيب لنا اثنين لعيبه زي ما جاب عمرو السيو ومصطفى شلبي، وامير يجيب لنا لعيب يا اما مصاب يتعالج الموسم كله يا اما طوله 150 سم بيخبط في شنكار اللعيبه. ده اللي احنا داخلين عليه. فالوضع كارثي. وبعدين انت كمان مش بتهد الدوري بس، انت بتهدد مشاركتك في الشامب. انت النهارده بعد الخساره دي ومكسب المقاولين النهارده فسابقك في ماتش بقيت الخامس على الدوري. فانت كده مهدد اصلا ما تشاركش في بطولات افريقيا الموسم الجاي لو خدوا بنتائج الدور الاولاني. غير ان انت اصلا مشاركتك في الشامب، يعني انت حتى لو هتمشي فريق بعد ماتش فاركو هيبقى باقي 3 4 ايام على بدايه الشامب، هتجيب مدرب جديد هيطلع من دور المجموعات ويقول لك انا لسه بادي ما اعرفش. زي ما حصل السنه اللي فاتت لما مشيت كارتيرون في نص المجموعات. فالسيناريو كله بيتعاد وبنفس التفاصيل وبنفس الاشخاص، بس بيتغير اسم المدرب، فلان مشي علان مشي علان مشي. الفشل من رئيس النادي، الفشل من ابنه. وطبعا طبعا 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 حكام مصر بالتعليمات اللي نازله لهم ان الزمالك ما يكسبش، ان احنا لازم ياخد دوري بالفار بقى. اشمعنى يعني؟ هي عشان ما حدش يقول ان احنا خسرنا الدوري بالفار يعني. بتمنى انا يعني الواحد دايما عنده حاجات يقولها وعنده نصايح يقولها، وبيبقى حابب ان هو ما يخشش في صدام وما يهاجمش حد، علشان لو في كلام ممكن يوصل لحد ما يبقاش متاخد بحساسيه. بس الامور واصله لمرحله صعبه، الامور واصله لمرحله صعبه، ما ينفعش نسكت، ما ينفعش نبقى شايفين الدنيا بتنهار كده والناس بتطبطب تقول لك. يعني في كلام طلع غريب قوي يقول لك اصل رؤيا جوش اللي عمل التغيير، اصل مش عارف، اصل اسامه نبيه نبهه، وانا مستني اسامه نبيه يقول لي فرقه ايه في التمرين. انتوا مجانين يا اخوانا. انتوا عارفين فيريرا ده ايه واسامه نبيه ده ايه؟ يعني بغض النظر حتى لو فيريرا في دروب، يعني هو مشي، ايه اللي حصل يعني؟ واحد من اهم 2 مدربين في تاريخ النادي ان لم يكن اهمهم. ده احنا بنتكلم في تاريخ النادي، ما بنتكلمش على السي في بتاعه بره. فشل نجح، هو الراجل خلاص اصلا عمل كاريره يعني. احنا بنتكلم في ناس اصلا، يعني اسامه نبيه ده اصلا ما اشتغلش مدير فني بره الزمالك، وفي الزمالك اشتغل مدير فني مؤقت، راح السعوديه مرتين في نادي درجه ثانيه. واحد يقول لك رؤيا جوش اللي عمل التغيير، يا عم رؤيا جوش ايه؟ كله تحت امره فيريرا هو اللي بياخد القرارات، انا حاسب مدير فني. فلازم يكون الكلام موزون والكلام معقول. اداره النادي المفروض ان يبقى فيه موقف واضح، ولازم قضيه كهربا نعرف هل من حقه المشاركه ولا لا. يعني بغض النظر عن اللي جاي في الايقاف، هل هو كان من حقه يلعب امبارح ويلعب ماتش سموحه ولا لا؟ واتحاد الكره لو سمح للاهلي او ما سمح، لازم نبقى عارفين الحقائق. الفيفا يقول لنا ازاي لعيب موقوف اتسمح له يلعب اسبوعين 3 ويرجع تاني عشان ياخد عقوبات تاديبيه. لازم الموضوع ده يصار، لازم الموضوع ده يصار. الخساره كارثيه، وانا مش بقول الموسم انتهى، الموسم لسه بدري فيه. بس هو السؤال، هل اداره الزمالك قادره ان هي تجيب 2 3 لعيبه كويسين يعدلوا الفرقه ويقوموها وتفضي للراجل الملعب من اللعيبه الراتش اللي هم جابوهم اول الموسم 7 8 لعيبه كلهم ما لهمش لازمه؟ هل اداره الزمالك قادره انها تاخد القرار ده وفي نفس الوقت تطلق يد الراجل وصلاحياته ويحصل زي السنه اللي فاتت لما اتقال فلان وفلان بره الزمالك مش هيرجعوا؟ في لعيبه في الزمالك النهارده اللي غلط في المدير الفني واللي عمل واللي سوى واللي تصريحاته اتقالت واللي تصرفاته كانت غلط، يتقال فلان وفلان بره. لازم حل الله اكبر، لازم الفرقه تنضف، لازم يطلع 1 أو 2 من الملعب عشان الناس تعرف ان الزمالك مش هيقف على حد. انما فكره ان انا بطبطب ليه؟ خايف يروحوا الاهلي؟ ما يروحوا الاهلي، ما يروحوا الاهلي، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ما غيرهم راحوا وغيرهم راحوا وبتاع، والنهايه معروفه. حتى لو زاط، حتى لو احتفل، حتى لو ططط زي اخو المجرم المحبوس يعني. فالنهايه معروفه في النهايه يعني اخرهم معروف. وهو دي الايام بينا، هنشوف نهايته هتبقى فين. فحتى لو اتنططت او فرحت يوم او زدت مع الجمهور انت معروف تمامك يعني. فاللي عايز يروح. انها في النهايه الزمالك محتاج انضباط ومحتاج شخص محترم صاحب قرار. كنت لسه بتكلم امبارح في روم في تويتر، جنش لما عمل الموقف اللي عمله مع كارتيرون، كان في رئيس نادي محترم
طلعوا بره النادي وجاب عواد قعدوا احتياطي والموضوع انتهى بره النادي. بس ساعتها كان في حد قادر ياخد قرار، مش مجرد واحد كل مؤهلاته انه ابن رئيس النادي ومش عارف يعمل ايه اصلا ومكسوف يسال. لو انت مش قادر تدير هات حد يدير، انما ما تسيبهاش تغرق. مش قادر تتصدر هات حد يدير. الاوضاع سيئه جدا ان احنا نتكلم في فنيات ونتكلم في كوره. يعني المنظر في الملعب كان سيء جدا جدا. الفرقه فكت جدا بعد الجول. يعني ايه اطلع خسران 3 عادي والناس متقبله الموضوع عادي؟ احنا خساره من الاهلي دي زمان كانت بتخلي النادي والع والع حرفيا. فانا اللي حصل ده حاجه كبيره جدا. عيب يا جدعان، عيب. ربنا يكرم في الجاي، ربنا يكرم في الجاي. اتمنى ان اللعيبه ترتفع للامال اللي محطوطه عليها وتفتح عينيها وتقف وتقرر ان هي ما تنهيش الموسم. طبعا قمه قله الادب ان فريرا النهارده في الملعب نازل التمرين وفي نفس الوقت رئيس النادي قاعد على بعد 10 متر منه بيقرر مصيره من غير حتى ما يقول له. احترموا الراجل، يعني احترموا الراجل حتى لو في علامات استفهام، حتى لو في حاجه غلط. دي في النهايه كوره ومقابله. احترم الراجل، احترم الراجل اللي ليه بطولات في تاريخ النادي. وان احنا كاجيال بعد كده هتيجي هنبقى عارفين فلان فريرا ديف ماكاي اوتو فيستر. في ناس ليها تاريخ وليها انجازات حتى لو اجانب، ليهم رصيد في النادي اكبر من اللي اي حد في النادي، اكبر من الناس اللي استفادت من النادي اللي ما كانش حد يعرف اسمها. يعني دي مدربين ليها اسامي وناس محترمه. يعني لله الامر، لله الامر. ربنا يكرم في اللي جاي ونلاقي وقت نقدر نتكلم في فنيات. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.